تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ظرف يتفق ويختلف فيه كثر بشأن أمن مياه الخليج. يقول إن طهران مستعدة للعمل مع جيرانها لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، وما يمكن اعتباره رداً ورسالة للمنزعجين من التدريبات العسكرية المشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي وبحر عمان، هو تأكيد ظريف في التغريدة نفسها على التزام بلاده الأوسع بتأمين خطوط الملاحة والتجارة الدولية. أهو عرض آخر السنة من الجمهورية الإسلامية لجيرانها بعد عام وصلت فيه درجة الاحتقان مع الثلاثي الأمريكي السعودي الإماراتي إلى درجات قصوى. بدأت التدريبات العسكرية وهي الأولى من نوعها في 27 من الشهر الجاري، وفي عيون بعض خصوم إيران هي مجرد استعراض استفزازي آخر في مياه منطقة مضطربة منذ مايو الماضي. من سيرحب بالرسالة الأخيرة ومن سيرفضها؟ بعد صيف ساخن ومياه ارتفعت فيها درجة الخلافات والاتهامات بشكل سريع ومخيف، بدأت قبل فترة مهام ما يسمى بتحالف الأمن البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحت عنوان حماية الملاحة في الخليج. قيل خلال الافتتاح الرسمي لمبنى التحالف في العاصمة البحرينية المنامة إن الهدف هو العمل للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات على السفن. لم يكن ذلك التحالف الذي يضم 6 دول إضافة إلى الولايات المتحدة، السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا هو ما كانت فعلا تريده وتسعى من أجله واشنطن في البداية. إرسالها 14,000 جندي إضافي إلى مياه الخليج وحاملة طائرات في مايو الماضي لم يوقف الأمواج العاتية في المنطقة، ولم يكن كافيا لإقناع خصوم إيران أنهم في أمان تام، وهو ربما أحد أسباب سر الانعطافة السعودية المفاجئة نحو دبلوماسية التهدئة مع الجوار، وفق عنوان مقال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ورد فيه أن حجر الأساس منذ عقود في الشرق الأوسط القائمة على أن الولايات المتحدة ستدافع عن صناعة النفط السعودية من الهجمات الأجنبية لم يعد من المسلمات. لفتت الصحيفة إلى أن الرياض دخلت في محادثات غير مباشرة مع إيران في محاولة لإخماد الحرب بالوكالة المستعرة في أنحاء المنطقة، منطقة تتشابك وتتعقد فيها الملفات والمصالح الإقليمية بالدولية، سواء في اليمن أو سوريا أو مياه الخليج. من تلك المياه يعبر خمس إنتاج النفط في العالم، ومنها تريد واشنطن معاقبة إيران بسبب برنامجها النووي ودورها المزعزع للاستقرار في المنطقة كما تقول. ومن البحر والمحيط تبعث طهران برسالة جديدة سيقرأها كل طرف في المنطقة وفق ظروفه الراهنة ومصالحه الخاصة بعد جردة حساب لعام ربما كان ثقيلا على كل الأطراف.